وعدتني بالطلاق بعد شهرين، وصار لي سنة وياكم ما أعرف أسولف إنجليزي. يا رجال شلون راح تعرف انجليزي اذا ما تسمع كلامي؟ اسمع كلامي واحفظ المصطلحات اللي اعطيك اياها. هذا عمار محمود، أستاذ لغة إنجليزية مرموق ومالك معهد بفلوينت. فوق كل هذا، كل ما أسولف ويا جماعتي يصيحوا لي عبود سكيبة. على الأقل عبود سكيبة عنده لهجة. يتميز أستاذ عمار بصراحته وحسه الفكاهي، وأهم من هذا كله الكاريزما مالته داخل الصف. احنا بمعهدنا نوعد الطلاب يوصلون للطلاقة بشهر أو شهرين أقصى شيء، وقدرنا نحقق هذا الشيء بطرقنا التفاعلية والحديثة. شباب سمعوا القاعدة المستمرة بالإنجليزي شنو؟ الفاعل از وام وار زائد فعل مجرد والإنج مالتها، أدجكتيف صفة، أدفيرب حال، سبجكت فاعل، أوبجكت مفعول به، و300 مصطلح وتصريف اعطيتكم اياه البارحة. ليش ما حفظتوا؟ بس حفظوه تصيرون بلبلان بالانجليزي، بس صدقوني حفظوهن. لما سألنا عمار عن السبب اللي يخلي دوراته جدا غالية، جاوبنا بالوقت اللي هم كانوا يتونسون بيه أنا كنت أدرس قواعد، والوقت اللي ينامون بيه أنا كنت أحفظ مفردات، وهذا أقل من حقي. Congratulations. شلون؟ Congratulations. congratulation Congratulations. congratulation. زين ليش بيها يو؟ Congratulations. congratulation سهلة. صايرة دايرة هاي استاذ، شنو تقول لي احول قدام الطلاب؟ وينكم مدرس يتنمر على طلابه؟ تقول لي احول؟ والله يا الله